من سجين إلى مرشد أعلى إلى أكبر عدو لأمريكا وإسرائيل، علي جواد حسيني خامنئي، من مواليد سنة 1939 مدينة مشهد الإيرانية. كانت مسقط رأسه، تربى ببيت ديني وبيئة دينية. علي خامنئي كان عنده مثل أعلى وهو الخميني، وبسبب حبه وتأثره بالخميني صار من أشد معارضين الشاه، ولهذا السبب تم اعتقاله أكثر من مرة بالستينات والسبعينات، وانمنع من السفر لمدة 10 سنوات. وبعام 1979 انتصرت الثورة الإسلامية بإيران على نظام الشاه، وكان اسم علي خامنئي من أبرز أسماء هذه الثورة، وهذا الشيء خلاه يتقرب أكثر وأكثر من الخميني، وتم منحه مو منصب واحد، لا 3 مناصب. المنصب الأول عضو في مجلس قيادة الثورة، المنصب الثاني رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشورى، والمنصب الثالث قائد للحرس الثوري الإيراني. عام 1981 عملية اغتيال العلي خامنئي غيرت حياته للأبد، لأنه صحيح نجا منها بس إيده اليمين صار بيها شلل جزئي وبعد ما يقدر يحركها، وهاي الحادثة خلته يكبر بعين القيادة، وأولهم الخميني، وصار رئيس وزراء إيران بس بصلاحيات محدودة، لأن الصلاحيات كلها تكون بيد المرشد الأعلى، واستمر بهذا المنصب إلى حد سنة 1989 بعد الحرب العراقية الإيرانية. مات الخميني بسبب أزمات قلبية متعددة، ومجلس الخبراء الإيراني اختار علي خامنئي حتى يكون هو المرشد الأعلى. علي خامنئي من يوم توليه للمنصب هذا وهو يعتبر إسرائيل ورم خبيث لابد من إزالته، وغطرسة تلك الدولة الظالمة المتكبرة. 2025 أول مواجهة حقيقية بين إيران وإسرائيل. قصف متبادل بين الطرفين، إسرائيل تريد إيران توقف برنامجها النووي. في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مخاوفه من امتلاك إيران لسلاح نووي، وإيران تعاند، وبهاي الحرب إيران خسرت أبرز قادتها. انتهت هاي الحرب والطرفين يحتفلون بالانتصار، بس منو المنتصر الحقيقي؟ كل واحد يحلل بكيفه. 2026 المواجهة الكبرى والأخيرة. دونالد ترامب يصف علي خامنئي بالهدف السهل ويرد عليهم خامنئي اشتباه بزرگی کرده، یک جنایت بزرگی رو مرتکب شده و باید مجازات بشه و داره مجازات میشه. همین حالا داره مجازات میشه. 28/2/2026 هجوم مزدوج أمريكي إسرائيلي على المقر اللي كان به خامنئي، وتم ضرب المقر ب20 قنبلة، وتم إعلان فقدان حياة علي خامنئي ومجموعة من عائلته. السؤال القوي، شلون قدروا يحددون موقعه بهاي السرعة وبهاي الدقة؟ هل النظام الإيراني مخترق لهاي الدرجة؟ انتهت قصة خامنئي، ويا ريت نبدي قصة بلدنا العراق العظيم ونعمره ايد بايد، اخوان سنة وشيعة، وما حد يقدر يفرقنا.